ثانيه عمال تسكرول فيها، انت اولى. انت حرفيا وقتك اللي مش بتستخدمه انه يجيب لك فلوس، في ناس بتبيع وبتشتري فيك بالملايين وانت مش حاسس. مبقتش عارف انا عايز، ولا حتى عارف اعمل ايه. مش عارف ايه يا سيدي. فانت حرفيا ممكن تفتح بيزنس من موبايلك، تعمل اي حاجه من موبايلك. طب ماشي، يعني انا اعمل ايه برضه؟ مش فاهم برضه، انت بتتكلم كلام تقليدي. مش اظن كفايه كده. عايز نعمل ايه بقى؟ مش فاهم. ايه مشكلتي؟ انا هفهمك المشكله. ايه يا سيدي، ادي الموبايل اهو. ايه؟ انت كل ثانيه عمال تسكرول فيها، انت اولى. انت حرفيا وقتك اللي مش بتستخدمه انه يجيب لك فلوس، في ناس بتبيع وبتشتري فيك بالملايين وانت مش حاسس. ببساطه يا سيدي، انت طول ما انت ماسك الموبايل بتتفرج على حاجات ملهاش لازمه. انت حرفيا سلعه بتتباع، وهم عايزينك تتفرج لأطول فترة ممكنة علشان يكسبوا من وراك. يا سيدي، بدل ما تدي فلوس المشاهدة لناس ما تستاهلش، اكسب الفلوس دي في ان حد ينجحك ويشدك للطريق الصح، انك فعلا تعمل فلوس. يبقى انت تقعد تتكلم في الموضوع ده، انا زهقت. بص يا سيدي، انا بصراحه زهقت. قول. كل ما اقعد في حالي الاقي واحد يقول لي اتعلم برمجه، اتعلم تصميم، وانا بقتش، وانا زهقت ومشتت ومش عارف يعني ايه ده ويعني ايه ده ويعني ايه ده، والموضوع فعلا بيعمل ولا لا. وبجد بجد بجد انا زهقت. كله بيجري وكله بيسبق وكله بيحقق نجاحات، وانا قاعد في مكاني. ويوم ما افكر ان انا عايز اخد خطوه الاقي كميه نصابين فجاه كده، هوب يا باشا، ايه تعالى خد الكورس ده، اشتري مني الكورس ده، مش عارف ايه. طب هل فعلا عامل الموضوع بيجيب فلوس ولا انا هدفع فلوس الكورس دي وخلاص؟ طب هل انا عايز حد يجاوبني. واحد كتب لنا كومنت بيقول ايوه، يعني ملخص ده كله ايه؟ وهعمله فعلا ازاي؟ وهل فعلا ده بجد؟ سمعت ناس كتير جدا وما عدتش عارف اعمل ايه. وللاسف يا صديقي، دي بتبقى فعلا مشكله كتير بتواجه معظم الشباب، اللي هو سمع نصايح كتير جدا وسمع وسمع وسمع، وبعدين اعمل ايه؟ ايوه، من كتر كميه المعلومات. ف عايزك تيجي معايا في مشوار. مش عارف ايه يا سيدي. قاعدين اهوت لوحدنا والدنيا جميله تمام، ويا ريت اصلا يفضل ان انت تمشي، يعني تتمشى، يعني مش عايز حد تقعد. انا قاعد تحت العماره تمام فمستغرب يعني. ماشي، باختصار كده عايزك تقعد شويه لوحدك، تتكلم مع نفسك. احنا كل شويه بنتخرج من الملل، يعني هي اللي بتعرفك فعلا انت عايز ايه. لكن الفكره مش عارف انت عايز ايه، بسبب ان انت اصلا باختصار مش عايز تعيش الملل، مش عايز تعيش ان انت تفضل قاعد لوحدك تتكلم مع نفسك. فانا باختصار عايزك تقعد مع نفسك كده وتقول انا عايز اعيش ايه، انا ايه الحياه اللي انا نفسي اعيشها. هل انا عايز ابقى مليونير؟ هل انا عايز ابقى اعيش حياه كويسه؟ هل الحياه دي انت عايز تغيرها فعلا؟ لازم تتكلم مع نفسك، اوعى تمشي من نفسك، اوعى تجري من نفسك. تقعد مع نفسك زي ما قلنا، تتكلم مع نفسك، تشوف انت عايز فعلا تعمل ايه. بلاش موضوع التوهان ده، لا، شوف انت فعلا انا عايز اعمل ايه، مش الناس عايزيني انا اعمل ايه. لا، انت اللي عايز تعمل ايه، ده اللي هيعيشك وهيخليك في اطول فتره ممكنه تكون مبسوط. تمام، خدنا الشاور، يلا بينا نتكلم في النقطه الاخيره. تمام، ايوه، يعني من الاخر كده اعمل ايه يعني؟ هل فعلا حتى لو عملته الموضوع فعلا جايب همه، ولا من الاخر كده اشوف لي حاجه تاني من الاول كده يعني عشان ما نضيعش وقت؟ بص يا سيدي، دلوقتي الحياة بقت أسهل بكتير. ما حدش يقول لي بقى الحياة صعبة وإحنا هنا في العصر الصعب والحياة كانت زمان سهلة والكلام ده كله. الحياة زمان سهلة كان بالنسبة للحاجات اللي بتقرفنا في الحياة، لكن بالنسبة للفلوس لا. انت عارف انت ممكن تفتح بيزنس من موبايلك، انت متخيل؟ ما حدش يقول لي اصل ده بيزنس ده يعني ايه؟ بدل بقى وبتاع وشركات بقى عشان احنا فاهمين كده، عندنا ايه مخنا كده اللاواعي كده بيفهم ان هو بيزنس يعني كده، فاهم اللي هو ايه بقى. فانت حرفيا ممكن تفتح بيزنس من موبايلك، تعمل اي حاجه من موبايلك.
طب ماشي، يعني انا اعمل ايه برضه؟ مش فاهم برضه، انت بتتكلم كلام تقليدي. من الاخر كده عايزك تجرب. عندك الجرافيك ديزاين ممكن تتعلمه، عندك الفيديو اديتنج ممكن تتعلمه، عندك البرمجه ممكن تتعلم، عندك ممكن تتعلم ترجمه، ممكن تتعلم كتابه. طب متخيل ايه؟ ممكن تكتب سكريبت فيديو. طب ماشي، وبعدين بقى في الاخر برضه يعني بعد ما تعلمهم، اصل دي بقى النقطه اللي بتشغلنا، بعد ما تعلمهم ايه اللي هيعود عليا؟ بتروح لطريقه من الاثنين. يا اما انت لو فتحت قناه يوتيوب الموضوع هيساعدك شويه، ان انت لو عملت سكريبت بقى لو عملت مونتاج، لو عملت تصميم الصوره مصوره اللي بره، فالموضوع بيبقى كويس. انت لو رحت لاي يوتيوبر، خش على اي يوتيوبر موجود في اليوتيوب كله، آه، معدي مثلا 10,000 20,000 30,000 سبسكرايبرز، مشاهداته قليله، وعايز يحط صوره مصغره كويسه، روح واعرض عليه. هتلاقيه حاطط كل لينكاته في البايو. روح واعرض عليه، خش افتح مواقع العمل الحر واشتغل. في ناس يقول لك وبعدين بعد ما اتعلم اشتغل ايه؟ انت عايز تتعلم الاول، بعد ما تتعلم يا سيدي شوف بقى انت بقى ايه موضوع الشغل ده بعدين. فانت من الاخر كده اهم مهاره اصلا لازم تتعلمها في الحياه عموما، بصدقني بجد هتفيدك، سواء بقى انت اشتغلت اونلاين او اشتغلت اوفلاين. اهم مهاره في الحياه وهي البحث، السيرش، انك تتعب من الاخر، تتفشخ يعني من الاخر. لما بتروح تدور على شغل في اوفلاين يعني، انا لما كنت اصلا بروح اشتغل في مصانع، هل كنت اشتغلت كده مره واحده؟ لا. عملت ايه؟ كنت بروح لو سمحت عايز اشتغل، لا. لو سمحت اشتغل، لا. مش عارف ايه، والله اصل عددنا كتير، لازم تاخد 50,000 لقه في وشك، بعد كده يا سيدي ممكن الموضوع يمشي. فدي مهاره البحث. لو قعدت تقول لي لا والله اصل انا مش، اصل انا زهقان ومش طايق نفسي، يا عم انتوا هتقعدوا تعبونا. اصلا عندك ايه يعني؟ انت ايه عندك؟ ايه عندك مهم دلوقتي؟ انت عندك مهم تقعد تضيع وقتك على السوشيال ميديا تتفرج، بدل ما انت تبقى المنتج. يعني بدل ما انت تبقى منتج انت مستهلك. بس يا سيدي، فدي اهم مهاره لازم تتعلمها، وهي مهاره البحث. تدور وتخش وتشوف اليوتيوب وتشوف الحاجات المطلوبه، زي ما قلت لك، تصميم، مونتاج، تعمل محتوى، تتعلم برمجه. ما تقعدش تقولي بقى تاني اصل انا تايه، والنبي الصوت ده كمان بينرفزني قوي. خلاص يا سيدي، لو الفيديو عجبك فما تنساش بقى تعملنا لايكات بقى وسبسكرايب والحاجات ديت، وسلام.